في أصوات معينة كده لما بنسمعها بتحس إنها بتنقلنا فوراً لزمن تاني، لمكان تاني. أو يمكن لحالة شعورية معينة. بالظبط. النهاردة المصادر اللي معانا بتدور حوالين صوت من النوع ده بالذات. صوت يعني قدر لوحده إنه يشكل خيال أجيال كاملة. هنتكلم عن زوزو نبيل. وهنحاول نفهم إزاي صوت فنانة واحدة قدر يبقى أيقونة ثقافية بالحجم ده. هو ده السؤال. يعني إحنا مش مجرد هنحكي قصة حياتها، لأ إحنا هنستخدم المصادر دي عشان نحلل ظاهرة زوزو نبيل نفسها. إزاي الأداة الأساسية بتاعتها اللي هي صوتها تم صقلها وتشكيلها. وبعدين إزاي استخدمتها؟ تماماً. إزاي استخدمتها عشان تبني عوالم كاملة في الراديو وتسيب بصمة متتنسيش في السينما. دي رحلة عن قوة الصوت وتأثيره. بالظبط كده. يعني المصادر اللي معانا بتدينا خريطة من أول خشبة المسرح اللي كونت الموهبة دي. لحد ما صوتها بقى جزء من طقوس كل بيت مصري. خلينا نبدأ من الأول خالص. المصادر بتقول إن اسمها الحقيقي ما كانش زوزو نبيل. لا، كان زبيدة محمد نبيل، واتولدت في القاهرة سنة 1918 لأسرة بسيطة جدا لكن من وهي صغيرة كان واضح حبها للفن. جدا، وبدايتها الحقيقية كانت على خشبة المسرح. ودي أهم نقطة نبدأ بيها. أكيد. المسرح في الفترة دي ما كانش مجرد مكان للتمثيل، ده كان معهد بحاله، معهد لتدريب وتجهيز الممثل بكل أدواته. المصادر بتشير لأنها امتلكت صوت مميز وحضور قوي. بس دي جملة ممكن تتقال على أي ممثل شاطر. إيه المميز هنا؟ بص، الممثلين اللي اتدربوا على خشبة المسرح في الزمن ده اتعلموا تقنيات صوتية محددة جدا. تقنيات زي إيه بالظبط؟ يعني النهاردة التمثيل بيعتمد بشكل كبير على الميكروفون، فالصوت ممكن يكون همس. لكن زمان الممثل كان لازم صوته يوصل لآخر واحد قاعد في آخر صف في صالة المسرح من غير أي مساعدة تقنية. أبداً. ده معناه تدريب على حاجة اسمها الإسقاط الصوتي أو البروجيكشن، وعلى التحكم في النفس واستخدام تجاويف الجسم الرنانة عشان الصوت ياخد عمق وتقل. فهمت. يعني صوتها ما كانش مجرد صوت حلو. لا طبعاً، ده كان آلة موسيقية متدربة ومصقولة بعناية شديدة. هو ده اللي ادى لصوتها السلطة والحضور اللي بنسمعه. الأساس ده هو اللي بنى كل حاجة بعد كده. وده يخلينا نفكر في نقلتها للسينما في الأربعينات. إزاي الآلة دي اشتغلت في وسيط مختلف تماماً. منطقي جداً إنها تنجح. المخرجين وقتها شافوا فيها الحضور ده، شافوا ممثلة مش محتاجة تصرخ عشان تفرض وجودها. مجرد نبرة صوتها كانت كفاية. بالظبط. مجرد نبرة صوتها الهادية والحازمة كانت كافية تملى الكادر السينمائي. هي ما جسدتش دور الأم الطيبة الساذجة، لا، هي جسدت سلطة الأم. الأم اللي كلمتها قانون. واللي نظرتها فيها حكمة وتاريخ. الكاريزما دي جاية من أساسها المسرحي القوي ده. وهنا بقى الآلة الصوتية دي لقت المنصة المثالية ليها. المكان اللي الصوت فيه مش مجرد أداة، لا ده العالم كله. الإذاعة. المصادر كلها بتجمع إن دور شهرزاد في ألف ليلة وليلة كان النقلة اللي حولتها من ممثلة شاطرة لأسطورة. اللي مذهل هنا هو فكرة إن حاسة واحدة بس وهي السمع قدرت تسيطر تماماً على الخيال الجماعي لشخصية موجودة في التراث من مئات السنين. دي نقطة غريبة جدا فعلا. يعني قبل زوزو نبيل كل واحد كان بيتخيل شهرزاد بشكل مختلف، لكن المصادر بتوضح إن صوتها عمل حاجة أشبه بالاستعمار الثقافي للخيال. استعمار الخيال؟ التعبير ده قوي جدا بس دقيق جدا. صوتها مسح كل التصورات اللي فاتت وحط نفسه مكانها. في جملة لفتت نظري في واحد من التحليلات بتقول: زوزو نبيل كانت شهرزاد في خيال أجيال كاملة. وهي دي الحقيقة. ده معناه إن صوتها بقى هو المرجع البصري للشخصية. لما حد يقول شهرزاد، عقل الناس ما كانش بيستدعي صورة، كان بيستدعي صوت. دي قوة تأثير تكاد تكون مش مفهومة بمقاييس النهاردة. بالظبط. وده بيورينا قوة الإعلام المسموع وقتها. صوتها ما كانش مجرد أداة للحكي، صوتها بقى مرتبط بفعل الحكي نفسه، بالسحر، بالغموض، بالليل الهادي. تماماً. في دفء في صوتها وطريقة معينة بتقف بيها بين الجمل، كأنها بتديلك فرصة تتخيل وتستوعب. هي كانت بتقدم لك الإطار وتسيب خيالك يلون التفاصيل. وده يخليني أفكر في فكرة التجربة المشتركة. يعني ملايين الناس في مصر والعالم العربي كل ليلة في نفس الميعاد بيجتمعوا حوالين الراديو عشان يسمعوا نفس الصوت. كل واحد في بيته بيتخيل القصة بطريقته. لكن اللي بيوحدهم كلهم هو صوت زوزو نبيل.
تماماً. وهنا نقدر نتكلم عن فكرة القوة الناعمة بمفهومها الحقيقي. ده ما كانش مجرد مسلسل، دي كانت أداة بتصدر الثقافة والحواديت العربية بصوت مصري أصيل. صوتها كان سفير فوق العادة للخيال الشرقي. أكيد. بس ده يخليني أتساءل في نقطة. هل النجاح الأسطوري لشهرزاد ده حبسها في منطقة معينة؟ يعني هل الناس بقت شايفاها صوت شهرزاد وبس؟ سؤال مهم جداً. يعني هل ده ممكن يكون طغى على أدوارها التانية، خصوصا في السينما؟ بص، واحد من المصادر بيلمح للنقطة دي بشكل غير مباشر. من ناحية، شهرزاد ضمنت لها الخلود، لكن من ناحية تانية في خطر إن الدور الأيقوني ده يختزل فنانة بالحجم ده. مم. ممكن الجمهور بسبب ارتباطه العاطفي الشديد بالصوت ده في الراديو يلاقي صعوبة إنه يشوفها في أدوار أكثر قسوة على الشاشة، كأن في انفصال بين الأذن والعين. دي نقطة مثيرة جدا للنقاش، وده يخلينا لازم ندي مساحة أكبر لأعمالها السينمائية. المصادر بتذكر أفلام تعتبر من كلاسيكيات السينما المصرية: دعاء الكروان، رصيف نمرة 5، زقاق المدق، لا تطفئ الشمس. دي مش مجرد أفلام، دي علامات. والملاحظة اللي بتلفت النظر في تحليل أدوارها دي هي إنها غالباً كانت بتجسد دور الأم أو السيدة الحكيمة اللي بتسيب أثر قوي رغم قلة المشاهد. وهنا بنرجع تاني لقوة الحضور اللي اتكلمنا عليها في الأول. بالظبط، في ممثلين ممكن يفضلوا على الشاشة طول الفيلم وفي الآخر ما تفتكرش ليهم مشهد واحد، وفي ممثلين زي زوزو نبيل ممكن تظهر في مشهدين بس. والمشهدين دول يبقوا من علامات الفيلم. بالظبط كده. طب خلينا نمسك مثال عشان نوضح الفكرة دي أكتر. دورها في دعاء الكروان، هي مش البطلة، لكن وجودها أساسي. أساسي جدا. فاكر مشهد مواجهتها لبنتها أمنة لما بتعرف الحقيقة؟ مفيش صريخ أو انفعال زيادة عن اللزوم. أبدا، القوة كلها كانت في هدوء صوتها، في النبرة اللي فيها خيبة أمل وعتاب وحزم في نفس الوقت، وفي نظرة عينيها الثابتة. هنا بنشوف إزاي الحضور المسرحي بيترجم بشكل مثالي للكاميرا. هي كانت بتفهم إن قوة المشهد مش في طوله لكن في عمقه. كانت بتعرف تدي لكل كلمة بتقولها وزن وكل وقفة ليها معنى. عشان كده أدوارها الصغيرة كانت بتسيب أثر كبير. وبالمثل دورها في لا تطفئ الشمس، دور الأم الأرستقراطية المتسلطة نوعا ما، شخصية مختلفة تماماً عن الأم في دعاء الكروان، لكن بنفس الثقل والسيطرة على الشاشة. ده بيورينا مدى التنوع اللي كانت قادرة عليه. واللي يمكن شهرة دور شهرزاد خلتنا ننساه شوية. بالظبط، هي كانت ممثلة أداء مش ممثلة انتشار. تأثيرها كان بالكيف مش بالكم. وده بيخلينا نبص لشخصيتها هي نفسها. الأبحاث اللي معانا بتشير لنقطة سريعة لكن مهمة عن حياتها الشخصية. الجزء بتاع زواجها. أيوة، إنها اتجوزت مرة واحدة من المخرج عز الدين ذو الفقار، والزواج ده ما انتهاش بشكل سعيد، وبعدها قررت تكرس حياتها بالكامل للفن. أنا الجزء ده لفت نظري جدا. طبعاً، لأنه بيفسر كتير بيدي مفتاح لشخصيتها جداً. التفصيلة دي مش مجرد معلومة عابرة، دي بتورينا حجم الإخلاص والتفرغ اللي كانت عايشة بيه لفنها. كأن الفن ما كانش مجرد مهنة بالنسبة لها، ده كان هو المشروع الأوحد والأهم في حياتها اللي استثمرت فيه كل طاقتها وكل وقتها. لما الشغف بيوصل للدرجة دي، المنتج الفني اللي بيطلع بيكون مختلف تماماً، بيكون فيه صدق وروح. بتحس إنه اختيار واعي ويمكن فيه تضحية كمان. وفي النهاية المصادر بتذكر إن رحيلها كان في 3 مايو 1996 بعد رحلة فنية طويلة جداً. لكن الجملة الختامية في واحد من المقالات بتلخص كل حاجة: فضلت حاضرة بصوتها وأعمالها في ذاكرة الجمهور. ودي مش مجرد جملة شعرية، دي حقيقة. دي حقيقة واقعة. فكرة الحضور بعد الغياب دي هي المعيار الحقيقي لخلود أي فنان. هل فنه بيتوقف عند لحظة رحيله ولا بيكمل؟ وفي حالة زوزو نبيل هو بيكمل وبقوة. صوتها تحديداً ضمن لها شكل فريد من أشكال الخلود. ممكن أجيال جديدة ما تعرفش شكلها كويس، لكن أول ما تسمع بالصدفة مقطع من ألف ليلة وليلة هتعرف فوراً إن الصوت ده مش عادي. هتحس فوراً إن الصوت ده وراه تاريخ وتقيل. إذن لما نجمع كل خيوط المصالل دي مع بعض بنشوف رحلة فنانة قدرت تحول أداة واحدة، صوتها، لسلاح فني جبار، بنت بيه عوالم خيالية ورسمت بيه شخصيات سينمائية لا تنسى. زوزو نبيل مش مجرد ممثلة قديرة، هي بتجسد فكرة إن عمق التأثير الفني مش محتاج بهرجة، محتاج صدق وموهبة وإخلاص مطلق للفن. وده بيوصلنا للسؤال الأخير اللي بيفرض نفسه بعد كل ده. في عالمنا الحالي اللي الصورة فيه بقت هي كل حاجة، السوشيال ميديا، الفيديوهات القصيرة، البث المباشر، عالم متشبع بصرياً لدرجة التخمة. بالظبط. هل ممكن صوت مجرد يقدر يحقق نفس التأثير الأسطوري اللي حققوه صوت زوزو نبيل؟
سؤال صعب. وهل ده بيقول حاجة عن قوة الخيال عند الناس زمان اللي كان مطلوب منه يشتغل ويملى الفراغات مقارنة بالخيال دلوقتي اللي الصورة بتقدم له كل حاجة جاهزة؟ يمكن أعظم إرث تركته زوزو نبيل مش بس فنها، لكنه سؤال عن طبيعة خيالنا إحنا دلوقتي.